السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى جبنة فلاحي قريش. هنعملها بطريقة الفلاحين. دولت 4 كيلو من لبن الجاموس. طبعا انا ولعت الفرن يسخن. يا ريت اللبن يكون من مكان موثوق فيه. والله اللبن ده طبعا الله يبارك لصاحبته، لبن حلو قوي، انا مجرباه والله يبارك لها. هنا معايا طاجن فخار عشان نفضي فيه اللبن. كده بعد ما فضيت له 4 كيلو، شايفين عامل رغاوي ازاي على وشه؟ لان هي لسه حلباه، فده سخن انا خدته منها على طول. طبعا هدخله الفرن اللي انا قلت لكم مسخناه دافي، هيغيب في قلب الفرن 48 ساعة على ما اللبن ده يتحول قعر بقعر لبن. هدخله 48 ساعة في قلب الفرن. معانا غطا هنغطيه بالطبق. كده قعر اللبن حبايبي بعد ما غاب 48 ساعة زي ما قلت لكم كده راب. هنبتدي نشيل القشطة من على وشه. كده خلاص شلت القشطة من على الوش. شايفين كمية القشطة من 4 كيلو لبن؟ الله يبارك لصاحبة اللبن. يعني القشطة بسم الله ما شاء الله، الكمية دي كلها من 4 كيلو. هبتدي بقى افضي اللبن في الحصيرة القعر اللبن. كده الحصيرة اللي هنفضي فيها قعر اللبن. كده هنزل بمعلقة من الملح. كده علقتها في قلب الحصيرة وسبتها، علقتها في مكان هسيبها ليلة كاملة. كده حبايب قلب الجبنة اهي بعد ما غابت يوم هنبتدي نقطعها. كده بعد ما قطعت الجبنة حطيتها في طبق. ايه رأيكم؟ طعمها تحفة، قلبها كريمي من جوه. دولت من 4 كيلو لبن. ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم كل جديد مني. وبالله عليكم اقفوا جنبي وساعدوني، انا والله العظيم محتاجه لكم. ويعلم ربنا انا فاتحه القناه دي ازاي، لان ظروفي صعبه شويه. انا بكلم اخواتي وحبايبي، بالله عليكم ما تسيبونيش، اقفوا جنبي وساعدوني. ربنا يخليكم ليا دايما.